ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. الصراحه اول ما خدت مصروف الشهر بتاعي قلت بقى ايه، انزل الحقه كده قبل ما يتصرف مني، وانتوا عارفين الدروس والمدارس ما بتخليش حاجه اصلا. فانا بحب اجيب حاجتي كلها بالشهر واشيلها في التلاجة، وفعلا حقيقي بتكفيني. يعني في حاجات، علشان ما اكونش بكذب عليكم، في حاجات بتخلص اكيد اكيد قبل الشهر، وفي حاجات بتكمل معايا الشهر وزياده كمان، شهر اتنين بتفضل موجوده معايا. ايه هي الحاجات اللي بتفضل معايا شهر واتنين، وايه الحاجات اللي بتفضل معايا اسبوع او اتنين كده يعني وتخلص؟ هعرفكم دلوقتي انا بمشي ازاي في الشهر بتاعي. والحمد لله اللهم بارك. الشهر بتاعي بيبقى جميل جدا وبيعدي كله بركه وخير. وربنا بييسر لي الحال وبيكفيني جدا 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 لحد اخر الشهر الحمد لله. ربنا كفيني ان انا اقول لاي حد عايزه او هاتلي او اي حاجه، لازم ترضي وتعيشي على قد ايه ما ربنا مديكي يعني. بصوا بقى، انا نزلت السوق الحمد لله. هي الحاجه غاليه نار، انا مش هكذب عليكم، الاسعار نار 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 يعني. كل حاجه بصوا معديه ال10 وال15، وخضار يعني فاكرين الخضار كنا بنجيبه ازاي زمان. انا لقيت بطاطس، الراجل قال لي ايه، لقيت في كيلو وربع ب10، وفي ال2 كيلو ب10. فاللي هي ايه اللي حجمها كده دي، بصوا اللي حجمها كده. فانا اصلا بطبيعتي بحب البطاطس اللي هي الصغيره، ما بحبش البطاطس الكبيره، يعني كل واحد حسب ما بيحب. فانا بحب اللي حجمها كده، ما بحبش اكبر من كده يعني. حتى لو هي رخيصه وحجمها كبير وكده برضو بجيب بنقي الصغير وبسيب الكبير. جبت كام؟ جبت دول اللهم صل على سيدنا محمد، دول 4 كيلو. وجبت كمان 4 كيلو تاني، لان انا ما شاء الله عندي ولادي بيحبوها. فايه قلت فرصه طالما ب5 جنيه، جبت 4 كيلو ب20 و4 كيلو ب20. ادي اول حاجه 40 جنيه البطاطس، وبتفضل معايا بقى فتره، لان انا كده جايبه ما شاء الله تبارك الرحمن، جايبه 8 كيلو، فبتفضل معايا فتره طبعا. جبت السبانخ دي، جبت الخضره. بصوا الخضره دي قال لي الثلاثه ايه، الثلاثه ب2 جنيه. بجيبها زي ما عودتكم قبل كده، وبغسلها كويس قوي وبنشفها وبحطها ايه، وبحطها عندي في الفريزر. يبقى كده كمان جبت الخضره اللي هتفضل معايا. لو هعمل محشي، هعمل اي حاجه مفاجاه، بطلع برده الكرنب زي ما انتم عارفين، ببقى سلقاه وحاطاه في الفريزر. وبطلع الخضره زي ما احنا عارفين، بطلعها من التلج من الفريزر على طول، بحطها عندي في الصلصه او على الحاجه اللي على النار عشان تفضل بلونها الاخضر الجميل الزاهي ده اللي احنا عارفينه. تمام كده. عندي كمان جبت، كان قال لي الرابطه ب5 جنيه السبانخ. احسبوا بقى وما تنسوش، ولايكات، عايزاكم لايكات لايكات علشان ايه، تفرحوني تكبروا بخاطري. والله العظيم تعبت جدا في الفيديو ده، ونزلت السوق وجيت يا دوب بس غيرت عشان اعرف ايه اعمل معاكم. لقيت السبانخ دي ب5 جنيه الرابطه، جبت 4 ربطات علشان هفرز واحط ايه في الفريزر، لان الحاجه اللي كنت جايباها خلصت، لان انا ما بنزلش تاني خالص بعد النزله دي. هي نزله واحده بتعب فيها وبلف اللفه دي كلها، وبعد كده ما بنزلش تاني. فجبت ادي ربطتين اهو معاكم، وجميله جدا وطازه وزي الفل، والله الراجل مديها لي حلو قوي. كمان لقيت هي الملوخيه اللي لقيتها غاليه فمعرفتش اكتر منها الصراحه. لقيت الكيلو منها ب10 جنيه. هو كان بيقول لي ايه، هوزن لك الكيلو الا ربع ب10. فانا قلت له لا دي كلها طينه وكده، والجذور بتاعتها فعلا كانت هتوزن اصلا لوحدها كيلو ولا 2 كيلو. راح اداني الربطه دي، فصلت معاه يعني، اداني الربطه دي كلها، وما شاء الله زي ما انتم شايفينها جميله كده وحلوه اهي. ادهاني كلها كده ب10 جنيه. وادي ايه باقي الربطتين السبانخ التانيين. ركزوا بقى واعرفوا احنا بنقول ايه وجايبين بكام، علشان الناس اللي بتقولي اسعار مش حقيقيه. كمان جبت نص كيلو فلفل، لقيته ب12 جنيه الصراحه، فجبت نص كيلو. والراجل قال لي هكملك بال10 جنيه، قلت له ماشي مفيش مشكله. بصوا الفلفل جميل والله، وجايباها كلها حاجات طازه وحلوه، علشان ايه، علشان تقعد معايا يا بنات، فلازم ايه اجيب حاجه كويسه. جبت كمان كوسه، كانت الكيلو ونص، كان في كيلو وربع والكيلو ونص ايه ب10. جبت الكيلو ونص ب10 اهي، لان انا بعملها في شوربه خضار، او بعملها في شوربه خضار، او ساعات بحمرها كده في الزيت جنب البطاطس، بحبها جدا كده. وجبت 2 كيلو موز، انا الشنطه اتقطعت مني بتاعت الكوسه الصراحه، فحطيت بصوا حطيت الموز معاها يعني، ده شنطه الموز وحطيت فيها الكوسه. طبعا
فهشيلها دلوقتي وهفضي كل حاجه طبعا معاكم. لقيت طماطم ب5 جنيه، طبعا دي جبتها علشان خاطر ايه، لو هعمل اي حاجه هقطعها او هعملها سلطه او اي حاجه. جبتها كده زي ما انتم شايفينها جامده وجميله وحمراء. كانت برضو ب5 جنيه، جبت 2 كيلو اهو. جبت 2 كيلو طماطم ب5 جنيه، ال2 كيلو قصدي ب10 جنيه، يعني الكيلو ب5، ده اللي اقصده. تمام. ولقيت بقى فرصه عمري. بصوا الطماطم طبعا غاليه، انا ب10 جنيه والله، وصل ل10 جنيه، انتوا عارفين الاسعار. لقيت طماطم زيها بالظبط جميله جدا، بس علشان صغيره وطريه شويه فجبتها وقلت دي هعملها صلصه. لان برضو يعني انا شطبت الفريزر والتلاجة عندي، لو وريتها لكم فاضيه جدا ما فيهاش. فالصراحه بص الراجل قال لي تاخديهم، قلت له خلاص هاخد الشروه دي كلها. قال لي 3 ب10، قلت له لا هاخدها على 4 ب10. قال لي خلاص خديها. وبصي هوريها لكم وانا بغسلها كلها سليمه وجميله، هي بس يا دوب عايزه ان هي تتعمل ايه، تتعمل صلصه اهي جميله وزي الفل. فجبتها علشان تقعد معايا برده الشهر اهو. وكمان لقيت بطاطا ال3 ب10، علشان ايه، انتوا عارفين الشتا بقى بيحب الاكل، والاطفال كده طول ما انت قاعده ايه تديهم ياكلوا، وداخلين على امتحانات. جبت ال3 ايه الحمد لله، جبت ال3 ب10 ما شاء الله لا قوه الا بالله. لقيت ليمون ب15 جنيه، ولقيت ايه عنده تاني ب10 جنيه اهو. بصوا جبت كيلو ب10، وبرده ما بيقولش لا. يعني مش هنقول ابو 15 هو لا والله العظيم، ابو 15 ما يفرقش حاجه، انا ابو 10 طالما هتنقي ومش هيكوم لك الحاجه ويعبي لك ويحط لك في الشنطه خلاص. الارخص ليكي والاحسن اللي هينفع يكملك انت اولى بال5 جنيه. ال5 جنيه بصوا جبت بيها جزر احطها ايه، لان انا جايبه بسله. ال5 جنيه اللي هتوفريها من هنا هتحطيها في حاجه تانية تجيبيها. جبت كيلو جزر علشان ايه، وجميل وزي الفل كده ما شاء الله. بصوا صغنوني وحلو كده. جبت بيه كيلو الجزر اللي هحطه على ايه، على البسله. لقيتها ب15 جنيه. جبت 2 كيلو بسله اهي برضو بسم الله ما شاء الله بألف هنا والله، جميله جميله. لقيت فيه ب 18 جنيه وفيه ب15 جنيه والله. ودي برضو زي دي فاهمين، بس هما التجار لازم بيعملوا فرق ما بين الاسعار عشان يعني ايه، يعني زي يمشوا حالهم كده يبيعوا. انت بقى كنصحه تدبري وتشوفي الجنيه هيفرق معاكي صدقيني. لو انت معاكي ولاد وفاتحه بيت هتفهمي اللي انا بقوله وهتوفري وهتلاقي الكلام ده نفع معاكي قوي. لقيت الكيلو ونص خيار ب10 والكيلو وربع. جبت من الكيلو ونص ب10، جبت كيلو ونص خيار من الكيلو ونص ب10. هيفرق معاكي خيارتين 3 برضو صدقوني هتفرق معاكي والله. ده مش بخل ولا اي حاجه، بس انا بدبر وبحب ان انا ايه اعيش على قدي، علشان خاطر بالذات ما ينفعش ان انت تستلفي علشان اكل الا اذا الظروف حكمت. وربنا ما يحكمش على اي حد يا جماعه ابدا ابدا ابدا. يا رب ويفرجها عليكم ويوسع رزقكم ويخليكم يا رب دايما في ستر وصحه. كمان جبت فلفل الوان بحبه على الكبده او الشاورما، جبت نص كيلو اهو. جبت نص كيلو ادوني ب10 جنيه اهو. 2 احمر و2 اصفر. تمام. ودي باقي البطاطس اللي انا قلت لكم عليها اهي. بصوا دي باقي البطاطس اهي 4 كيلو كمان علشان يقعدوا معايا اطول فتره ممكنه. ممكن دول يقعدوا معايا 3 اسابيع او اكتر حسب استعمالي طبعا. كمان لقيت ايه، لقيت عرض كده. بصوا اللهم صل على سيدنا محمد. عرض مربى لقيته عامل 30 جنيه الاثنين. فجبت واحد فراوله وواحد تين. حتى الراجل قال لي ايه، قلت له عايزه الاثنين تين، راح قال لي طب بصي ب 35 جنيه. قلت له ليه، مش هو نفس العرض يعني؟ راح قال لي لا العرض اللي انا عامله فراوله وتين. قلت له لا هات، مش هيقول اي حاجه يعني، حلو حتى تنوع يعني الفراوله والتين. جبت واحد فراوله وواحد تين كده ب30. كمان جبت طبق الحلاوه ده ب10 اهو. وجبت علبه الجبنه دي ب21 جنيه. هي الاسعار مش عارفين رايحه بينا على فين، بس الحمد لله انا بقدر الامكان لميت الدنيا دي كلها. احسبوا بقى لو انتم مركزين معايا كده ومتابعيني لحد وجيتوا معايا لحد هنا في الفيديو. دي صدقوني يا جماعه اقسم لكم بالله انا بيفضل معايا الكلام ده فتره، لان انا هفرز البسله
وهعملها اكياس على كذا مره، وكمان هعمل السبانخ، وكمان البطاطس عندي. فكل الكلام ده بيقعد معايا لفتره طويله قوي وبيكفيني الحمد لله، اللهم بارك، وراضيه باللي انا فيه الحمد لله يا رب. واديكوا شفتوا، احسبوا بقى الحسبه لو انتم مركزين معايا، وشوفوا انا جبت بكام، وقولوا لي في الكومنتات، واللي هيقول صح ليه مفاجاه، دي مفاجاه كبيره عندي. فاحسبوا كده الاسعار دي وقولوا لي جبت بكام الحاجات اللي انا جبتها دي. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي باذن الله، واحنا بقى بنغسل الحاجات دي وبنحطها فين، بنحطها في التلاجة مع بعض. واشوفكم على خير يا رب باذن الله. ما تنسوش اللايكات والاشتراكات في القناه علشان يوصلوكم كل جديد، وكمان تحفزوني ان انا اعمل حاجات اكتر واكتر. وما تنسوش بقى الروتينات الجامده، لسه مكملين سلسله الروتينات باذن الله. كملوها معايا عشان فيها مفاجآت